عاملين ايه يا شباب؟ أولى وثانية إعدادي درستم الأشكال الهندسية، مثلث، مربع، مستطيل، في أشكال تانية. في ثالثة إعدادي منهج الهندسة بتاعك كله بيتكلم عن الدايرة. النهارده أول حصة في الوحدة الثالثة اللي هي بعنوان تعريف ومفاهيم أساسية عن الدايرة. تعرف إيه عن الدايرة؟ من سابق دراستك يعني عموما إيه اللي تعرفه عن الدايرة؟ مجموعة من النقط على دايرة أو على سطح. عدد لا نهائي من الأقطار وأصراف الأقطار. في أي كومنتات هنا؟ جميل. طيب قبل ما أبدأ عايزك تفرق ما بين 3 أشكال. ده يعني ايه ده؟ ويعني ايه ده؟ ويعني ايه ده؟ كلهم خدوها. حد يقدر يفرق لي ما بين ده وده وده؟ اتفضل. جميل. بالظبط. جميل قوي. يعني انا اقدر افرق ما بينهم ازاي دلوقتي؟ انا مثلا عندي الشكل بتاعي. بص على الدايره. ايدي معموله كده صح؟ شكلها شكل السهم. انا فرقت ايد واحده فده شعاع. انا بوجه ايدي ناحيتك فالشعاع ناحيتك كده. لما بعمل لك ايديا الاثنين فانا عندي شعاعين. انا مش عارف هو ابتدى منين اصلا، بس هو ماشي كده للاخر وماشي كده للاخر. فده هو الشكل ده اللي هو خط مستقيم. خط مستقيم ملوش بدايه وملوش نهايه. لكن الشكل ده هو بس جزء منه. يعني انا نفس الايدين بس انا قفلت لك ايد. فادي نقطه البدايه وادي نقطه النهايه. هتقول لي هستفاد منهم بايه؟ هقول لك ركز معايا وهتعرف بعدين دلوقتي هتستفاد منهم بايه. حلو. قبل ما ابدا انا اقدر اسمي الدايره ازاي؟ يعني اسمي الدايره بتاعتي ازاي او بناء على ايه؟ بناء على المركز. يعني لما اعمل لك دايره كده واقول لك دي دايره والنقطه دي مين؟ يعني اسمها ايه؟ الدايره مين؟ طب لو غيرت ده الكاف الدايره كاف، ولو غيرت النون الدايره نون. حلوه. دايرتك بتتقسم 3 حاجات. ايه هما؟ والله جيت انا عامل لك كده، حط لك نقط جوه، حط لك نقط على السطح، وحط لك نقط بره. طيب مين شاطر يقدر يقول لي دايرتي اتقسمت هنا لايه؟ نقط داخليه، نقط على الدايره، نقط خارج الدايره. ممتاز جدا. يعني دايرتي هنا اتقسمت 3 اجزاء. نقط جوه الدايره، نقط على الدايره، ونقط خارج الدايره. في زميلكم هنا وهو قاعد قال لك فين؟ قال لك على سطح الدايره. ده معلومتي اللي جايه. ايه الفرق ما بين الدايره وسطحها؟ طيب ده خاتم على شكل دايره، كله شايفه؟ حلو قوي. الخاتم ده فاضي من جوه. جميل. الشكل اللي بره ده الدايره نفسها. اهو الشكل اللي من بره ده الدايره نفسها. حلو قوي. يعني لما اجي اعمل لك كده دي دايره مركزها مين؟ حلو؟ مكونه من ايه؟ ايه اللي بتتكون منه؟ والله تيجي تبص كده وتقول لي متكونه من الخط اللي بره. اقول لك ممتاز. الخط اللي بره ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن نقط 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 لما لا نهايه. يعني الدايره بتاعتي تتكون من ايه؟ من عدد من النقاط لا نهائي. ومن هنا بنجيب تعريف الدايره. تعريف الدايره هو عدد من النقاط تبعد بعد ثابت عن نقطه المركز. يعني المسافه دي هي 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 المسافه دي. صح ولا غلط؟ حلو قوي. يعني انا هنا جبت تعريف الدايره. جميل. ايه بقى سطح الدايره؟ حلو. انا لما قلت لك ان الدايره فاضيه من جوه. جميل. السطح بتاعها يعني انا عايز الدايره واللي جواها. يعني انا مثلا ده مستطيل ولا سطح مستطيل؟ سطح مستطيل. ممتاز جدا. سطح مستطيل. ليه؟ لما رميت القلم اتخبط يعني وقف كده، يعني في حاجه منعته يعني سطح. لكن مثلا
الشكل ده يعني هنفرض ان احنا قلبناه مفتوح، لما رميت القلم هيقع يعني فوق، يعني اللي تحت ده مستطيل، اللي فوق ده سطح مستطيل. بالمثل في الدايره، انا عندي الدايره لوحدها كده اسمها ايه؟ دايره. لما املاها من جوه بقت سطح دايره. طيب سطح الدايره يتكون من ايه؟ ممكن كده تتخيل تقول يتكون من ايه؟ ها؟ اتفضل. مجموعه نقط، بس مجموعه نقط على الدايره بس ولا على الدايره وجواها؟ زي ما زميلتك قالت على الدايره وجواها. يعني انا لما اجي ارسمها لك في الامتحان بتبقى بالشكل ده، بتبقى دايره بيحدد لك ان ده المركز، بتبقى دايره اسمها دايره مين، وبيعمل لك بالشكل كده، بيظلل لك الشكل، بيقفله لك من جوه. يعني انا في الامتحان لما اجيب لك الشكل ده والشكل ده تقولي لي اه يا مستر دي دايره، انما ده سطح دايره. حلو قوي. يعني تعريف سطح الدايره هي مجموعه من النقاط داخل الدائره وعلى سطح الدائره. جميل جدا. التعريف اللي جاي تعريف بسيط جدا بس خطير. تقول لي خطير ليه؟ اقول لك حاجه، اقول لك من غيره مش هتعرف تشتغل دايره في حياتك. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك دايره مركزها مين؟ استفدت ايه؟ ما ممكن تبقى دايره مركزها مين هنا، ممكن دايره مركزها مين هنا، ممكن دايره مركزها مين هنا، ممكن دايره مركزها مين هنا وهنا وهنا. ما حددتلكش الجزء ده. ايه هو بقى الجزء؟ الجزء ده هو نص القطر. نص القطر ده بالنسبه للدايره الابن البار بتاع الدايره. يعني من غيره انت ما تعرفش تعمل اي حاجه. ما تعرفش تجيب محيطها، ما تعرفش تجيب مساحتها، وفيما بعد مش هتعرف ترسم جواها اي شكل تاني. ازاي؟ مثلا هاجي اقول لك، خلينا نمسح كده ايه الجزء ده. اقول لك معايا دايره مركزها مين؟ دايما من هنا لحد ما تخلص تعليم وتبدا لو هتشرح لزمايلك تشرح لهم في اي حاجه في الحياه، دايره مركزها مين ونصف قطرها يساوي كذا. انا هنا مثلا اقول لك دايره مركزها مين ونصف قطرها نقط. يعني ايه نقط؟ مش عارف، بالراحه. كلمه نصف قطر، اول حرف من كلمه نصف واول حرف من كلمه قطر، نون قاف تنطق نقط، يعني نصف قطر. يعني ايه نصف قطر؟ اقول لك نصف القطر هي نقطه من مركز الدايره على سطحها او على الدايره نفسها. يعني ايه؟ بتوصل ما بين المركز والسطح. حلو قوي. من هنا تقدر تقول لي ان ليها بدايه وليها نهايه، صح ولا لا؟ يعني انا اقدر اقول عليها ايه؟ قطعه مستقيمه. يبقى تعريفه هو قطعه مستقيمه تصل ما بين مركز الدايره ونقطه على سطح الدايره. هي ليها مركز واحد؟ ليها مركز واحد. طب ليها كام نصف قطر؟ ممتاز. ليه عدد لا نهائي؟ بالظبط، لان الدايره نفسها بتتكون من ايه؟ من عدد لا نهائي من النقط. يبقى ليها كام نصف قطر؟ عدد لا نهائي من انصاف الابطال هنا وهنا وهنا وفرح ما بيخلصش معايا. حلو. جه قال لي انت معاك دايره ومعاك سطح دايره وهتحدف عليهم مستقيم. يعني عندي دايره بالشكل ده وعندي دايره ثانيه بالشكل ده نون. حلو. ده سطح ودي دايره. دي اتحدفت هنا مستقيم ودي اتحدفت هنا مستقيم. انت شايف ايه؟ ناقش معايا في اللي انت فاهمه. شايف ايه هنا وشايف ايه هنا؟ اتفضل. الدايره قطعها نقطتين بالظبط. لكن هنا قطعها نقط كتير. قطعها في نقط كتير. جميل جدا. يعني مثلا عمار قاعد معانا، جيت هحدفه بالقلم. انا حدفته بالقلم كده، لمسه هنا بس. ليه؟ انا حدفته على الدايره بتاعته، على السطح بتاعه، فلمسته في نقطه. لكن انا لو حدفت القلم بالشكل ده هو لمسه هنا، لمسه في حته كامله، فانا حدفته على سطح دراعه. تعالوا نطبق على الدايره. دي دايره ولنفرض اهي
هحذف عليها الالف. خبطها فين؟ نقطتين. حته فوق وحته تحت. حلو قوي. الحته اللي فوق ولنفرض هنسميها الف، الحته اللي تحت هنسميها ب. جميل. يبقى المستقيم قطع الدايره. قطع مين؟ دايرة. قطع مين؟ دايرة. فين؟ بالظبط كده. في النقطة ألف وب. حلو. لما يجي يقطع سطحها أهو، حذفت القلم على الترابيزة، قطعها فين؟ هنا. جميل جدا. برضه دي اسمها ألف ودي اسمها ب، بس قطعها في ألف ونقطة تحت ألف ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. حلو. نقط تحت بعض كتير ليها بداية وليها نهاية، اسمها إيه؟ قطعة مستقيمة. يبقى المستقيم ده قطع سطح الدايرة. قطع مين؟ سطح الدايرة. قطع سطح الدايرة فين؟ قطعة مستقيمة ألف ب. حلوة. هنا أنا كده عرفت لك الدايرة وسطحها ونصف القطر. جميل. نرجع أقول لك على حاجة. أنا قلت لك إن الجزء ده نصف القطر. لما أكمل عليه كده جزء تاني بقى اسمه إيه؟ تقول لي نصف قطر ونصف قطر. انا لو معايا نص جنيه ونص جنيه فمعايا جنيه، فانا معايا نصف قطر ونصف قطر فيبقى معايا ايه؟ جميل جدا. يبقى الجزء ده اسمه نقط برضه وده نقط، بس كله على بعضه قطر كامل، كله على بعضه قطر كامل. ومن هنا اجيب التعريف. ليه نقطه وليه نقطه؟ جميل جدا. يعني هو قطعه حلوه قوي. يعني انا اجي اعرفه اقول هو قطعه مستقيمه لها نقطة بداية ونقطة نهاية، بس إيه؟ تمر بالمركز. حلو قوي. طب لو ما مرتش بالمركز أقول عليها إيه؟ دي المعلومة اللي جاية. المعلومة اللي جاية بتقول لك لو معاك قطعة مستقيمة بس ما بتمرش بالمركز. بالشكل ده مثلا. أدي دايرة مين؟ كده 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 مثلا. تقول لي بصيت هنا بدايه ونهايه ومرت بالمركز فقلت عليها ايه؟ قطر. هنا بدايه ونهايه وما مرتش بالمركز. هنا بدايه ونهايه وما مرتش بالمركز. هنا بدايه ونهايه وما مرتش بالمركز، وهكذا وهكذا وهكذا. حلو. جينا بقى كنا مسمينها لك اسم لطيف. سميناها ايه؟ سميناها وتر. 12 13 دقيقة. سميناها وتر. يبقى ايه هو الوتر؟ هو قطعه مستقيمه تصل بين نقطتين على دايره وما بتعملش ايه؟ ما بتمرش بالمركز. جميل جدا. يبقى ايه الفرق ما بين الوتر والقطر؟ ده ما بيمرش لكن ده بيمر. انا هنا ممكن اجي اعرف القطر تعريف تاني. القطر ممكن نقول عليه ايه؟ هو اكبر الاوتار ولكن يمر بالمركز. حلو قوي. كده خدنا نصف القطر وخدنا القطر وخدنا الوتر، وقلنا ان النصف القطر ده اهم حاجه. بستفاد منه في ايه؟ بستفاد منه ان انا اجيب المحيط. طب اجيب المحيط يعني ايه محيط؟ يعني حاجه بتحيط بيا. يعني مثلا انا واقف هنا، انتوا المحيطين بيا. 1 2 3 بعدتكم بقى ده العدد المحيط بيا. يعني مثلا ولنفرض احنا 15 واحد، فالعدد المحيط بيا كام؟ 15. حلو. يبقى من هنا ممكن نجيب محيط الدائرة بيساوي 2 باي نقط. 2 وعرفت، نقط وعرفت. ايه باي؟ قال لك باي ده ثابت ليه قيمتين. هما قد بعض بس بيكتبوا بطريقتين مختلفتين. 3 و14 من 100 او 22 على 7. جميل؟ والتعريف الثاني اللي هو مساحة الدائرة بيساوي باي نق تربيع. باي طبعا هي ايه؟ دول ونق ده هو نصف القطر تربيع. هنا نكون خلصنا درسنا الاول. عايز واحد منكم يقوم يقول لي انا قلت ايه في السريع. قول لي كده انا قلت ايه في الاول، قلت ايه في الاخر، قلت ايه في النص. اتفضل. قلنا في الاول الدايره بتتكون من مجموعه نقط. تمام. الدايره بتتكون من مجموعه عندها نهايه من الاقطار. وان القطر دي اتفضل. القطر دي بدايه ونهايه، وبيمر لازم يمر بالمركز، والوتر بيبقى ليه بدايه ونهايه برضه بس مش بيمر بالمركز. ممتاز. حد يقول حاجه كمان؟ المحيط القانون بتاعه 2 باي نقط. جميل.
جميل. حد يقول حاجه كمان؟ الدايره بتتقسم لايه؟ الباي ب 3.14% و22 على 7. ممتاز. الدايره بتتقسم لكام جزء؟ لكام؟ ثلاثه. ايه هما؟ داخل الدائره، على سطح الدائره او على الدائره، وفين؟ وخارج الدائره. حلو. فرقنا ما بين ثلاث اشكال اللي هم كانوا كده كده كده. انا عندي دبسه ودبسه وده من غير اسهم. كان ايه الفرق؟ شعاع وخط مستقيم. الفرق ما بين القطعه والخط ان القطعه ليها بدايه ونهايه، والخط ملوش بدايه وملوش نهايه. ممتاز. لو معايا مستقيم قطع دايره، قطع مين؟ يقطعها فين؟ في نقطتين. طب لو قطع سطح دايره في خط، في قطعه ولا خط؟ قطعه ولا خط؟ طب قول لي انت قلت خط ورجعت قلت قطعه. هيقطعوا في قطعه. ليه؟ عشان ليها بدايه وليها نهايه. الواجب بتاعك في نهايه المحاضره انك هترسم لي دايره وتحدد لي عليها 3 اوتار و3 انصاف اوتار وقطر واحد وكم نقطه بره الدايره. بس شكرا.